كأس العالم بفرنسا سنة 1938 يمكن أن نطلق عليه كأس العالم تحت مظلة الحرب. لأن الحرب العالمية الثانية كانت بعد البطولة بسنة، كانت أثرها واضح على البطولة، وعشان كده النمسا اللي اتأهلت للبطولة معرفتش تلعب باسمها، لأن قبل البطولة بشهور انضمت النمسا سياسيا إلى ألمانيا النازية تحت ستارة الوحدة. ده اللي خلى منتخب ألمانيا يضم 7 لاعبين في صفوفه من منتخب النمسا، بس ده ما شفعش ليه وخسر في الدور الأول قدام سويسرا 4-2 وخرج من البطولة. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ دي كانت أول بطولة يشارك فيها البطل ويدافع عن لقبه، عكس كأس العالم 34 بعد ما غابت الأوروجواي عنها. في البطولة دي شهدت أول مشاركة منتخب آسيوي وهو منتخب أندونيسيا، واللي كان بيشارك تحت مسمى منتخب جزر الهند الشرقية. وشارك منتخب أندونيسيا بتمويل ومعونة من الاتحاد الفرنسي واللجنة المنظمة، وكلف التنقل والإقامة وقتها مبلغ 400,000 فرنك فرنسي، وساعتها الصحافة الفرنسية قالت إن الفلوس دي كلفت ما يعادل 820 طن من الخبز. واتريقت الصحف أكتر بعد هزيمة الفريق من منتخب المجر 6-0، وقالوا لو كنا وزعنا الفلوس دي على الفقراء كانت أفضل للإنسانية. كأس العالم في فرنسا شهدت لأول مرة فشل الدولة المضيفة من الفوز باللقب أو حتى الصعود للنهائي، بعد خسارة فرنسا في ربع النهائي من إيطاليا 3-1. وفي المباراة النهائية فاز المنتخب الإيطالي على المنتخب المجري 4-2، وبكده تكون إيطاليا بطلة العالم للمرة الثانية على التوالي، ويصبح أول منتخب يحافظ على لقبه. بعد نهاية البطولة كان الكاس مع الاتحاد الإيطالي، ونائب رئيس الاتحاد الإيطالي خد الكاس من خزنة الاتحاد وخباها في صندوق خشبي قديم تحت سريره في بيته. حويط يا أسرف! وقعدت لغاية ما خلص الحرب العالمية الثانية، بالرغم من إن الألمان كانوا بيدوروا عليها. وبعد كده رجعت للفيفا عشان يبدأ التحضير لكأس العالم 1950 بالبرازيل، وده اللي هنشوفه بإذن الله في الحلقة الجاية. وبكده تخلص الحلقة، وبتمنى تكون عجبتكم، وهتلاقوا في الكومنتات كل المصادر والتواريخ، وكمان هتلاقوا لينكات الحلقات اللي فاتت للي ما شافهاش قبل كده.